السلام عليكم. اليوم جيتكم طبق المثوم الجزائري تاع الاعراس الجزائريه. بسم الله ما شاء الله عليه، قمه في البنه. عليكم وعلى تجربوه. كما قلت لكم عليكم على تجربوه، تتبعوا الخطوات معي بالتفصيل. عندنا قطع اللحم تاوعنا اختياري. عندنا الدرسه اللي كنت درت فيها راس ثوم وفلفل كحل وكمون وملح. قطع بصله مقطعه قطع. حميصه طيبه نص طياب عندي، تقدري ديريها ماشي طايبه ديريها من الاول. عندي اللحم المفروم، وعندي 3 معالق عفوا خبز مرح يابس مرحي اللي هي لا شابلور. عندي لهنا في القدر تاعي نديرو ملعقه سمن، نص كاس اتاي زيت، ونزيدو عليها كمية البصل اللي كنا فرمناها، ونزيدو عليها الدرسة ثاني اللي كنا خدمناها درنا فيها فلفل الكمون والملح، ونزيدو كمية من القرفة ما صورتهاش عفوا، ملعقة صغيرة من القرفة في المرق. في الدرسة تاع اللحم المفروم ما نديروش هكذا، نديرها فوق النار تتقلى، ونولو اللحم المفروم تاعنا نزيدو له ملعقه تاع سمن، نزيدو 3 معالق لا شابلور اللي هي خبز مرحي يابس. عندنا الدرسه اللي كنا خدمناها مقبل، ونخلط كلش بيدي مليح مليح حتى يتمزج الخليط، نكوروه نصنعوه كويرات صغيره، ومن بعد نزيدوه للمرق بعد ما القدر بعد ما نكونوا مرقنا عفوا. ولا هنا نقلي في هذاك اللحم تاعي كي يتقلى لي مليح، بهذا الشكل. نضيف له الماء. بعد ما نضيف الماء نزيد الكريات ثاني تاع اللحم المفروم، ونخليهم يطيبوا ساعة غير ساعة إلا ربع في الطنجرة الضغط. بعد ما طاب لي اللحم واللحم المفروم نحيهم بجانب، ونميكسي كامل هذاك المرق باش يجيني بنين ويجي خاثر ويجي ثقيل. ومن بعد نعاود نرجع اللحم المفروم واللحم، ونزيد عليه الحميصه اللي كان طيبت لي نص طياب، خليهم يكملوا طيابهم مع بعض. وهاو في صحن التقديم ما شاء الله خرج روعه. كما قلت لكم عليكم على تجربوه. سبسكرايب وكومنتير شباب من عندكم يا الشابين، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله، مزيدا من الدعم لنستمر.